ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم. قبل ما نبدا الفيديو صلي على الحبيب قلبك سيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بنعمل ايه؟ نعمل زبادي. انا اخر واحده عامله زبادي. هنا بقى هقول لكم انا ندمت اصلا ان انا عملت زبادي بالفواكه والكلام دوت، بس يعني الولاد حبوها وكده، لكن احنا لا، احنا زبادي ساده خالص. هنا بقى فراولة هي زي ما انتوا شفتوها، عصرتها بشوية لبن في الخلاط وصفتها كويس، صفاها بمصفى ضيقة جدا لان انا صفتها، وبرضو كان فيها بذور تاني. ودول علبتين زبادي، واحدة كبيرة على واحدة وسط كده، او واحدة اهي ماشي. وهنا دي شايفين دي الوش بتاعها عامل ازاي جامد، لكن دي سايبة خالص. هنا بقى لبن بلدي، على انا حاطة ده كيلو ونص، كيلو بلدي على نص بخيره. بصراحة يعني عشان ابقى صريحة معاك، عشان لو حد عايز يعمل بخيره ايه، زي ما انتوا شايفينه. وده موز قطعته قطع صغيرة كده. هنا بقى حطيت الزبادي في الخلاط العلبتين، واحط ايه يعني حوالي ادي، احط بقى على اللبن واضربها كويس كده. كده انا هفضيه تاني على اللبن فعادي. عاملين ايه في الصيام والجو اللي بيمطر دوت والدنيا، يعني سبحان الله. انا بقى بعد ما ضربته في الخلاط دي الخميره بقى، بعد كده بقى لما نعوز نعمل زبادي هناخد من الخميره اللي احنا هنعملها النهارده، اللي هي الزبادي دي مش هنحتاج نشتري من بره. هنزل بقى عليها كده وهدوبها كويس. قسمت الكميه نصين، نص هحط عليها عصير فراوله ونص التاني هخليه ساده. اهي برضو صفاها بمصفى ضيقة جدا، ان الفراولة فيها اللي هي البذور دي الصغننة. هندوبها بقى كويس. وحطيت 3 معالق سكر على اللي هي واحد عايزين ايه، مش قادرة. حطيت 3 معالق سكر على الايه اللي هي الفراولة وانا بضربها يعني، لكن التانية ما حطيتش عليها اي حاجة. هنا بقى بصيت حطيت عليها، دي جت كده نص نص. وهنا بقى دي الزبادي السادة، هعبيها بقى ايه في مجات بولات اللي انتوا عاوزينه، يعني فخارات. لو فخار طبعا هيبقى افضل واحلى، بس عادي يعني انا محندناش يعني ما نعملش زبادي، لا عادي هنتصرف. هنا بقى عاملة المجات كده او كوبايات، هي زي ما انتم شايفين. وهنا بقى اللي بالموز ديت للولاد عشان عندي بيبي صغير فايه. هنا بقى اكون مسخنه ميه وايه، واعيد الفرن يسخن، واقوم طافيه ومدخله فيه ومغطيه بايه بفوطه زي ما انتوا هتشوفوا كده. هنا بقى احط فيها شويه ميه سخنه كده من البراد، بس سخنه جدا، سخنه الكرتونه اللي هناك دي. ادي هحطهم بقى كده كلهم، قسمت البراد على الاتنين واغطيهم بقى وادخلهم ايه الفرن. واكون بقى الفرن ايه سخن. هسيبهم قد ايه بقى، من 6 ل 8 ساعات في الفرن. وبعد كده هندخلهم ايه، اهي دخلتهم بقى ايه حوالي ساعتين كده للتلاجة يسقعوا بس. زي ما انتوا شايفين طبعا مرضتش اوريكم اللي هي بتاع بالموز لاني ما فضلتوش. فبلاش يعني، خلينا احنا في السادة. بس هي متماسكة وجميلة وكانت سايحة. بس اشوفكم في فيديو جديد.